صباح الخير او مساء الخير عليكم. النهارده معاكم نشرة اخبار Y2K. اليابانيين دول عليهم شوية حركات. دلوقتي تقدر تربي حيوانك الاليف، تاكله، تشربه، تنيمه، تلعب معاه، مع اختراع التاماجوجو. لو المساحة عندك مش مكفية على الكمبيوتر، دلوقتي تقدر تستمتع بخدمة الاستريمنج لأغانيك المفضلة عن طريق برنامج ريل بلاير نتورك. سمعنا كتير عن ان الآلة هتغلب الإنسان، ولكن لأول مرة تحصل على أرض الواقع عن طريق ديب بلو سوبر كمبيوتر من إنتاج شركة IBM إنه يغلب اللاعب العالمي جاري كاسبروف في لعبة الذكاء الشطرنج. الشركات كلها بتتنافس وده لصالح المستهلك. شركة نينتندو أعلنت عن أحدث جهاز ألعاب وده بتقنية 64 بت، وده كده تفوق على جهاز البلاي ستيشن في الجرافيك إنه بقى أحسن منه بكتير أوي. أعلنت شركة روك ستار جيمز عن إصدار أحدث لعبة للعنف والجريمة والأكشن وهي GTA. مامتك بتخليك تنام بدري كل يوم وبتقوم الصبح تكمل اللعبة من نفس الحتة اللي انت مت فيها. دلوقتي شركة بلاي ستيشن أعلنت عن أحدث اختراع وهو كارت ميموري بسعة 128 كيلو بايت، تقدر تسيف عليه اللعبة وتكمل من الحتة اللي انت وقفت فيها.